وكانت مواقف طريفة جدا. أنا كنت حاب أختلط بالناس وأشوف الشعب المغربي هذا عن قرب، فقلت خلاص خليني أروح أجلس نص ساعة ساعة كده في القهوة، أشوف الجو العام، أتعرف على، أنا جاي أساسا استرخاء وجاي أتعرف على هذه الثقافة وجاي أتعرف على هذا الشعب. فقلت أنزل وأشرب شاي في هذه المقهى. المهم في هذه اللحظات لما نزلت ورحت أشرب شاي، جلست في أحد الطاولات الموجود في هذه القهوة. فالمهم أتاني الشخص اللي بيعمل في هذا المكان وسألني إيش حاب تشرب. فالمهم جاوبته، أنا قلت له أنا حاب أشرب شاي. فنظر لي الشخص قال لي لا حقيقة ما عندنا شاي. يعني استغربت أنا، فقلت له يا أخي شاي ما عندك شاي؟ قال لي لا ما في شاي. بنظر حوالي، أنا قبلها شايف الناس اللي حوالي يعني كلهم بيشربوا شاي. فقلت له شاي أخي ما عندكم شاي؟ قال لي لا ما في شاي. فنظرت ليه يعني وأطلت النظر يعني، وهو أطال النظر فيا، والنظرة استغراب، هو استغرب مني وأنا بنظر فيه، وأنا بستغرب منه لأنه في شاي، شايف اللي حواليه كلهم بيشربوا شاي. فقلت له يا عزيزي شاي، وأنا بنظر حوالين نفسي كده. فقلت له شاي يعني شاي ما عندكم شاي؟ قال لي عزيزي ما في شاي أخويا، ما كاينش. قلت له يا أخي والناس هذه اللي بتشرب هذه بتشرب إيش؟ قال لي هذا أتاي. قلت له أنا طالب الأتاي هذا. فما كنت بعرف الفرق بين شاي وأتاي، في المغرب بيسموه أتاي. فضحك هو الشخص وضحكت أنا، وكان موقف بصراحة مضحك. فكنت ماشي مسرع، وفجأة طلع لي لجنة تفتيش أو نقطة تفتيش بوليس أو شرطة واقفين، وعلى طول أول ما شافوني طلبوا مني إنه أوقف السيارة. فأنا طلعت له الباسبور الفلسطيني وأعطيته الجواز السفر الفلسطيني، ومسك الباسبور قلبه يمين يسار وبدأ ينظر فيا، ونظر في الباسبور وقال لي ادخل يمين ادخل يمين. أنا في اللحظة هذه لما قال لي ادخل يمين دخلت يمين، وأخذ جواز السفر واتجه فيه إلى النقطة أو المركز اللي واقفين فيه هم. أنا قلت يبدو أنه أنا عملت حاجة يعني جنحة كبيرة، ويبدو أنه مواضيع السرعة في المغرب هذه عليها سجن وأنا راح أسجن. وبدت يعني التخيلات بتحصل لي في هذه اللحظات. أنا جالس في السيارة بنتظر، بعد دقيقة أتاني هذا الشرطي ومعاه شرطي آخر، وفي اللحظة هذه قال هذا الفلسطيني. في اللحظة هذه قلت يا ساتر استر يا رب، احنا اللي فات هذا كله كوم واحنا يبدو داخلين على الوجه الثاني للمغرب. فلما قال هذا الفلسطيني قال لي انزل. نزلت من السيارة وأخذني بالعناق يا أخوان، عانقني والرجل كان يريد يحب على رأسي. وأنا قلت له ايش في يعني؟ قال لي الأخ فلسطيني مرحبا بك مرحبا بك. شوف الترحيب يا أخي العزيز، أقسم لك بالله أني حسيت أني ملك هناك، ملك. دائما كنت بقول يا سلام على اللحمة العربية، المغرب في أقصى البلاد وفلسطين في أقصى البلاد، وانظر على هذا التلاحم العربي، يا سلام حاجة جميلة. طبعا أكيد بيجمعنا الدين. المغرب يعني ممكن يكون هذا الشخص غير عربي، ممكن يكون أمازيغي، لكن شوف انظر للتلاحم. يعني نزلني وعانقني وطلب مني أنه أنا ما أمشي، أوقف سيارتي وأجي أشرب معاهم آتاي. لاحظ آتاي مش شاي. بالفعل ما رفضت الطلب هذا، كنت سعيد جدا ونزلت وشربت معاهم. والرجل هذا البوليسي هذا الأخ عادل، تحية لي من هذا الفيديو، أصبحنا أصدقاء إلى يومك هذا، يتواصل معي وبيشاهدني على اليوتيوب.